الأعزاء المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم ونلتقيكم مجددا في حلقة من حلقات المشوار في موسمه الثاني. كما عودناكم حلقة جديدة ومشوار جديد وأيضا مثل جديد، وتصطحبكم دوما معنا الأستاذة هويدا السواحلي. نرحب بك أستاذة هويدا. أهلا بك عمار، وأهلا بالمشاهد الكريم، وإن شاء الله متواصل معاكم في المشوار. ونتواصل أحبائي المشاهدين، وأولى فقرات المشوار الرمضانية فقرة المثل السوداني. ومثلنا اليوم يقول شنو؟ مثلنا اليوم بيقول يا عمار: الناس زي الهدوم، فيها الراغي وفيها الزي جناح مجكو. الناس زي الهدوم، فيها الراغي وفيها الزي جناح مجكو. جناح مجكو دي شنو؟ انت عرفتها يا عمار؟ لا والله. خلاص، إذن نخليها للمشاهد. منتظرين تفسير كل المثل في التعليقات، وإن شاء الله حنفرز جوائزنا أول أيام العيد بإذن الله، ودمتم سالمين. ونتواصل أحبائي المشاهدين، والأستاذة بتسأل جناح مشكو هو شنو؟ يا ريت توروا الأستاذة وتردوا عليها في التعليقات عشان كلنا نستفيد ونعرف، وننتقل إلى فقرة المشوار الثانية، فقرة المسابقة الرمضانية. سؤال اليوم بيقول: بماذا لقب سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه؟ نعيد ونكرر السؤال مرة أخرى: بماذا لقب سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه؟ منتظرين أجوبتكم على المسابقة، وأيضا تفسيركم للمثل، وما ننسى اللايك والشير والمتابعة، ودمتم في أمان الله.